واش فراسك ان هذا العالم اللي كيبان قدام هو اللي تنبأ بالزلزال اللي وقع مؤخرا في المغرب، وتنبأ به 5 ايام قبل ما يوقع؟ كيفاش دار ليها وكيفاش البلان وشنو هو التكنيك اللي خدم باش يعرف هاد المعلومات؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد الحلقه. هاد العالم الهولندي كتب مقال في تويتر مؤخرا وقال بانه المناطق ديال الاطلس الكبير غادي يشهدوا زلزال غتوصل الدرجه ديالو ما بين 6 و 7 درجات. تخيلوا معايا حتى الدرجه ديال الزلزال تنبأ بها. بحسب هذا الخبير او العالم الهولندي فرانك، هذا الشيء مازال مساله، ومن هنا لقدام غيوقعوا موجات ارتجاجيه متتاليه في مختلف مناطق المغرب. الناس اللي ما عارفينش هذا العالم هو اكبر خبير ديال الزلازل تقريبا في العالم، وهو اللي تنبأ بالزلزال اللي كان واقع في تركيا يومين قبل، ووقع في نفس النهار اللي قال بالضبط. الغريب في الامر انه كاين شي ناس ما كيصدقوش التنبؤات ديالو، ولكن الحقيقه ان هذا الخبير مدوز حياته كامله في هذا المجال، يعني عنده داكشي في الدم ديالو. وقال بانه دوك التغيرات المناخيه اللي دازوا في اكادير ومراكش هما بمثابه تنبؤات بان هذه المناطق غيشهدوا هزات ارضيه مستقبلا. يعني ديك الرياح القويه اللي شهدتها مدينه مراكش واكادير هما بمثابه تنبؤات للزلزال اللي وقع في مدينه مراكش. وهنا كيجي السؤال المطروح، واش هذا العالم الهولندي كيعلم الغيب ولا كيفاش؟ وكيفاش تنبأ بهذا الشيء كامل اللي واقع؟ بكل بساطه هذا الخبير كيعتمد على بزاف ديال المصادر او المراجع او النظريات العلميه، وكيعتمد كذلك على الاسترونومي او علم الفلك. وقال بان تحركات الكواكب او النجوم عندها علاقه بالهزات الارضيه اللي واقعه في المغرب، يعني ملي كيكون اقتران ما بين الكواكب تيوقعوا هزات ارتجاجيه. وقال فرانك كذلك بان الارض حاليا كتشهد تغيرات في الصفائح التكتونيه ديالها، وكيتحركوا بواحد الطريقه متسلسله، وهذا الشيء اللي كينتج لنا اهتزازات ارضيه متتاليه.